عمرك لاحظت حاجة غريبة؟ أول ما تيجي تتغير للأفضل بعض الناس اللي حواليك بيبدأوا يبعدوا عنك أو يحبطوك، لأن في الحقيقة إن مش كل الناس اللي عايشة حواليك بيتمنوا إن هم يشوفوك بتتغير أو بتتقدم، وده مش عشان خاطر هم بيكرهوك، لا، ده عشان خاطر انت لما بدأت تتغير فكرتهم ان هم لسه ما اتحركوش، او ذكرتهم بحتة ان هم لسه ما اتحركوش، وده بيخلق شعور اسمه الغيرة او المقارنة. فهل انت قابلت نوعيات من الناس دي؟ بدأت تتغير في حياتك، بدأت تغير عادات كانت سيئة بدأت تبطلها وتبدأ عادات جديدة، فلاحظت ان في ناس مثلا بتغير منك، ناس بتحاول تحبطك، ناس بتبعد عنك؟ ممكن تكتب لنا الإجابة في الكومنتات. في يوم من الأيام كان في شاب قرر يغير حياته كلها، بدأ يتمرن وبدأ يقرأ وبدأ يكتسب عادات جديدة. في الأول الناس كانت بتقول له حلو اللي انت بتعمله ده، كانوا بيشجعوه لأنه هو كان لسه في بداية الطريق، لكن بعد ما بدأ ينجح في الحاجات اللي هو اكتسبها وبدأ طريق النجاح ينور قدامه، الناس بقى كلامها بدأ يتغير. الناس بدأت تقول له يا عم انت مكبر الموضوع، انت شكلك اتغيرت علينا، انت بتتعب نفسك على الفاضي. الكلام ده متزين وشكله عادي، لكن معناه الحقيقي خليك زي ما انت، او بمعنى صح ارجع لنسختك القديمة وبطل اللي انت بتعمله ده. فعشان كده ما تخليش كلام الناس هو الدافع بتاعك. يعني مثلا لما تيجي تبدأ حاجة مش عشان خاطر حد قالك كمل فيها فخلاص انت هتكمل عشان خاطر الشخص ده، طب ما ممكن يجي يغير كلامه زي اللي في القصة بالظبط، فهل انت هتبطل اللي كنت بتعمله مثلا؟ بس في الوعي الاجتماعي انت لازم تفهم حاجة مهمة، لما انت بتتغير الناس اللي حواليك اللي اتعودوا على النسخة القديمة بتاعتك بتاعت زمان، النسخة الفاشلة الكسلانة، هيبدأوا يتضايقوا ويغيروا منك، مش عشان خاطر التغيير بتاعك غلط، لا، ده عشان خاطر هم اتعودوا عليك على نسخة معينة بس. فعشان كده انت لازم تعمل كام نقطة كده عشان تتعامل بيهم مع الشخصيات اللي زي دي. اول حاجة، ما تستناش دعم من كل الناس. لما انت هتبدأ حاجة جديدة مثلا زي انك انت هتروح جيم، هتبدأ محتوى، هتبدأ مثلا تجيب كتب وتقرأ والحاجات دي، في شخصيات هتحبطك، وخصوصا الشخصيات اللي عايزة تعمل الحاجة بس كسلانة، او مثلا مش قادرة تعمل الحاجات دي، فهتفضل تقول لك مثلا الحاجه اللي انت بتعملها دي مش هتقدر عليها، وهتفضل تحبط فيك، وانت لو سمعت لهم هتبطل تعمل الحاجه دي. لكن لما انت تكون مش مستني دعم من حد وتروح تتمرن عادي من غير اي تحفيز ولا دعم، خلاص هتعتبرها عاده في حياتك وهتنتظم عليها كل يوم، عاده التمرين او عاده القراءه او اي حاجه انت اكتسبتها في حياتك. تاني نقطة، كمل طريقك حتى لو بعض الناس مش فاهمة. انت لما تيجي تعمل حاجة ايجابية في حياتك بس جديدة، في ناس هتبقى مش فاهمة الحاجة اللي انت بتعملها دي، هيفهموا امتى؟ بعد ما تنجح، لكن في البداية مش هيفهموا. فانت ما تركزش مع الناس وما تفضلش تشرح وتعيد وتزيد، لا، كمل وسيب اللي يتكلم يتكلم. النقطة الثالثة، خليك مع ناس عقليتهم نفس عقليتك. يعني انت مثلا بتروح الجيم، في نوعية من الناس حابة ان هي تروح الجيم، او نوعية تاني بتروح الجيم، او نوعية تالتة هي مش بتروح الجيم بس بتحب الرياضة وبتحب الناس الرياضيين وكده. فهتلاقيهم مثلا يا اما اللي بيروح الجيم بيشجعك وبيروح معاك وكده وبتتمرنوا مع بعض، اللي مش عايز يروح الجيم بس ما عندوش مشاكل بيحب الاشخاص اللي بتروح الجيم وبتلعب رياضة، فهتلاقيه برضه بيشجعك وبيحفزك، واحتمال انت تشجعه ويروح معاك الجيم بس. فخليك مع الناس اللي عقليتها نفس عقليتك. في النهاية لما انت بتبدأ تتغير فعلا مش كل الناس هتكون مرتاحة لك، لكن ده طبيعي، لان التغيير الحقيقي هو اللي بيكشف لك مين اللي حابب انك انت تتغير فعلا ومين اللي كان مرتاح وانت واقف مكانك. بس في نهاية الفيديو، هل حد فيكم قابل شخصيات من النوعية دي، اللي هو مثلا انت جاي تغير حاجات في حياتك فتلاقي شخصيات من دي تقف في طريقك او بتحبطك او بتبتعد عنك؟ ما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات وتشتركوا في القناة. سلام.